يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في زوايا مخفية من العالم ده الحياة ماشية بقوانين إحنا منعرفش عنها حاجة. والنهاردة أنا مش جاي أكلمك عن سياحة ولا خروجات، أنا جاي أخدك في رحلة لبلاد العجايب. هنشوف ناس بتعمل بيزنس من التلج اللي بينزل من السماء، وناس تانية لغت التلاجات وبتخزن أكلها في الطين. ومش بس كده، ده احنا هنشوف أغرب تقاليد ممكن عقلك يتخيلها. وفي الآخر هنشوف قوة بشرية مرعبة بتكسر حدود المستحيل. ركز في كل دقيقة لأن اللي جاي مش مجرد فيديو، ده حقيقة أغرب من أي خيال. ويلا بينا. تعال بقى أوريك النهاردة أغرب الحاجات المنتشرة في الهند، هي الكهنة. هتروح أي مكان هتلاقي كاهن، ودي طبعا من الحاجات الغريبة. أي حد مش لاقي شغلانة بيعمل نفسه كاهن وبيقعد في الشارع. واللي يجننك إن السر في الحركات دي علميا اسمه sensory illusion أو خداع الحواس. الكاهن ده بيتدرب على لغة جسد معينة وطريقة كلام بتعمل تنويم مغناطيسي جزئي للي قدامه، وبيخليهم يشوفوا حاجات مش موجودة أو يحسوا براحة وهمية في أجزاء من ثانية. الموضوع مش معجزة خالص، ده فن السيطرة على العقل متنفذ بأسلوب يخلي أي حد يصدق المعجزة دي. سيبك بقى من الوهم ده وتعالى شوف جبروت الجسم البشري. تعال بقى أوريك أغرب راجل اللي بيقدر يكسر أي حاجة بإيده ودماغه وبكل بساطة. والغريب كمان إنه اتسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. واللي يجننك إن البطل اللي قدامكم ده هو الباكستاني محمد رشيد نسيم. والسر في قوته دي علمياً اسمه Kinetic Impact Control، يعني التحكم في طاقة الصدمة الحركية. محمد رشيد بيقدر يوجه طاقة جسمه كلها لنقطة واحدة في كوعه عشان يولد سرعة انفجارية بتفتت أجمد المواد الصلبة في أجزاء من الثانية. سيبك من القوة البشرية وتعالى شوف تلاجة الغلابة الطين. تعال بقى أوريك أغرب طريقة هتقدر تخزن بيها الفواكه من غير ما تحتاج تلاجة. أيوة يا سيدي، الفكرة دي معمولة في الهند ومعمولة في دولة باكستان. بيجيبوا الطين وبيحطوا جواها الفواكه. واللي يجننك إن الحركة دي علمياً اسمها evaporative cooling، يعني التبريد بالتبخير. الطين المخلوط بالقش ده بيعمل عزل حراري طبيعي، ومع تبخر المية بيسحب الحرارة من الفاكهة ويبردها. الطريقة دي بتحافظ على العنب فريش وبعصيره لمدة 6 شهور كاملة من غير كهرجاء. أقدم وأذكى تلاجة طبيعية في التاريخ. سيبك من الطين ده وتعالى شوف دهب السما بيتباع ازاي. تعالى بقى أوريك أغرب تجارة ممكن تكسب منها فلوس. في دول زي باكستان التلج اللي بينزل من السماء الناس بتخزنه وبعد كده بياخدوه ويبيعوه بالطريقة اللي انت شايفها قدامك دي. وعلى فكرة الموضوع ده مش مجرد شوية تلج وخلاص، ده سبوبة العمر هناك. الناس دي بتعمل مخازن تحت الأرض بتوصل لعمق 10 متر، وبيضغطوا التلج فوق بعضه لحد ما يبقى كتل صخر ما بيسحش بسهولة، وبيردموا عليه بقش الرز عشان يفضل معاهم طول الصيف. الحركة دي بتخليهم يبيعوا مية ساقعة في عز جهنم، وبتكون هي دي الطريقة الوحيدة اللي بيبردوا بيها أكلهم وشربهم. سيبك بقى من التلج وتعالى شوف أغرب مزار ممكن تقابله. تعالى بقى أوريك أغرب تقاليد ممكن تسمع عنها في حياتك. في الهند الموضوع بيوصل لدرجة تانية خالص من الجنون. انت عارف ان الحيوانات اللي بيقدسوها هناك لما بتموت مش بس بيبنوا لها مزار، لا ده بيقطعوا راسها ويلفوا بيها في زفة وسط البلد. واللي يجننك إن الطقوس دي علمياً هي cultural fetishism أو التقديس الثقافي. العقل هنا بيسقط صفات روحانية على مادة ميتة، وبيحول الرأس لرمز بركة وأمان في نظرهم، وده اللي بيخليهم متمسكين بالتقاليد دي مهما كانت غريبة. سيبك بقى من الهند وتعالى شوف حاجة تانية خالص. تعالى بقى أوريك أذكى طريقة ممكن تشوفها لنزول السفن الضخمة للمية. الموضوع دلوقتي بقى سهل بالأدوات الحديثة، بس اللي قدامك دي طريقة عبقرية بتعتمد على أكياس الهواء. السفينة بعد ما بتخلص بيحملوها على بالونات هواء ضخمة وفائقة التحمل، وبتبدأ تتحرك بسلاسة لحد ما تلمس المية. واللي يجننك إن الطريقة دي علمياً بتعتمد على المارين ايرباج لانشينج، وهي بديل مرن واقتصادي جداً للأرصفة الجافة. التكنولوجيا دي بتوزع وزن السفينة بالكامل على ضغط الهواء جوه الأكياس، وده بيقلل الإجهاد على جسم المركب وبيمنع الكوارث اللي ممكن تحصل في الطرق التقليدية. بجد برافو للي فكر في الحل ده. وبس يا سيدي، دي كانت أغرب حاجات شفناها النهاردة. قولي بقى في التعليقات إيه أكتر مقطع صدمك وما كنتش متوقع إنه حقيقي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان اللي جاي أتقل بكتير. وبما إن النهاردة وقفة العيد فكل سنة وانتم طيبين وبألف خير، وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم. واستنوا مفاجأة العيد علشان اللي جاي رعب، واشوفكم على خير. سلام.